الانسولين لو استخدمته غلط هتموت، وفي نفس الوقت لو استخدمته صح هتبقى بالنسبه لك الانسولين امن هرمون ربنا خلقه، لان الانسولين كده كده اصلا جسمك بيفرزه. سامسون داوده بجلاله قدره كان هيموت بسبب الانسولين. ازيكم يا شباب، معاكم سامح حسنين. قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب، كل يوم بنزل لك فيديو وتفعل زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يجي لك الاشعار او النوتيفيكيشن بتاعه ان انا نزلت فيديو. قبل ما ابدا الفيديو، انا مش بشجع اي حد خالص يستخدم هرمونات، عشان بس في حد لطيف كتب لي كومنت بيقول لي هل انت مستعد تتحمل الناس او الاعراض الجانبيه اللي الناس هتقابلها؟ انا ماليش دعوه، انا مالي بالاعراض الجانبيه. انا ما قلتلكش روح استخدم، انا بشرح لك عشان لو هتستخدم وخلاص اتضربت في دماغك وطقت في دماغك انت هتضرب، تبقى عارف انت هتعمل ايه. عشان طبعا معظم المدربين او اغلبهم بنسبه 90% في مجال الهرمونات ده بالذات في كميه عك وتجاره رهيبه يعني. بعدين انت عارف الصح من الغلط يعني. فيديو النهارده عن الانسولين. بص، عايز اقول لك على حاجه، ان مفيش ولا حد هيشرح اللي انا هشرحه النهارده في الفيديو، لان الانسولين فيه اسرار للاسف. يعني من خبايا اللعبه او في اسرار كمال الاجسام منه الانسولين. الانسولين مش اي حد بيعرف يستخدمه، مش اي حد بيفهم فيه. لو انت استخدمته غلط هتموت، مفيش حاجه في النص، يا ابيض يا اسود، مفيش رمادي. لو استخدمته صح هتبقى بص انت معاك سلاح فتاك. لو استخدمته غلط هتموت. فانا هشرح لك كل حاجه عن الانسولين بالتفصيل، بس مش معنى كده على راي الدحيح عزيزي يا اهوج ما تروحش تستخدمه عشان انت بقيت فاهم فيه. يعني ان شاء الله في الفيديو ده هفهمك كل حاجه، خليك بص مدرب. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ بس مش معنى ان انت بقيت فاهم فيه تروح تستخدم. مدربين العالم كلهم، يعني من اشهر الناس اللي استخدمت الانسولين في مجال كمال الاجسام ميلوس. طبعا مش محتاج اقول لك عن ميلوس المدرب الجبار، طبعا كان هيموت سامسون داوده بسبب ان هو غلط في غلطه في الانسولين. فانا مش ميلوس، انا مش هاجي جنب الراجل ده 10%. فانت ما تتفزلكش وتقول انا عارف الميكانيزم بتاع الانسولين بيشتغل ازاي فهاخد، لا هتموت. تكديه ميت. احنا قبل زي ابوك. ايه هذا الحنك اللي معفن دي؟ يلا بقى نبدا الفيديو. اول حاجه، في نوعين من انواع الانسولين، في الانسولين السريع وفي الانسولين البطيء، وفي واحد كده في الوسط بس ده مش هنتكلم عنه ولا هنستخدمه اساسا خالص، مالناش دعوه بيه عشان ده اخطر واحد فيهم. الانسولين السريع اسمه الهيومالوج، والانسولين البطيء اسمه متعارف عليه باسم اللانتوس. طب قبل بقى ما نخش في السريع والبطيء، احنا ليه دايما بنسمع جي اتش وانسولين او انسولين وجي اتش؟ يعني ليه الاثنين دول مرتبطين زي بعض كده زي التوأم او التوينز في حاجه واحده؟ انت لما بتاخد جي اتش بجرعات عاليه زي مثلا فوق ال 8 يونت، بقى الجي اتش بيعلي سكر الدم وبيبوظ حساسيه الانسولين. فانت عايز حاجه تاخدها تنزل سكر الدم اللي عمله الجي اتش، فبتاخد انسولين عشان تعادل المعادله. يعني انت دلوقتي خدت مثلا جي اتش، الانسولين عندك وسكر الدم بدا يعلى في الدم، انت عايز ترجعه زي ما كان في الطبيعي، فبتقوم واخد انسولين بجرعات معينه عشان تظبط الاثنين مع بعض. فعشان كده بنسمع ساعات كتير جي اتش وانسولين، جي اتش وانسولين، فاهم قصدي؟ لكن هل انا لازم اخد الاثنين مع بعض؟ لا مش شرط، ملهاش علاقه. ممكن اخد جي اتش بس او انسولين بس يفضل احيانا ان انت تعمل ميكس ما بين الاثنين، لكن مفيش اي مشاكل لو انت استخدمت واحد فيهم بس. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ برضه اللي بيموت بسبب الانسولين ده بني ادم حمار، انا اسف طبعا مش قصدي حاجه، بس فعلا اللي بيموت بسبب الانسولين ده بني ادم يعني ما عندوش مخ. ان اعراض الانسولين لما بيبقى قليل في الدم بيبقى باينه فشخ، بتبقى واضحه. يعني انت مش بتاخد بالك من كل اعراض الهايبوجلايسيميا. هخش لكم في الموضوع. اول حاجه الانسولين السريع زي ما انا قلت لكم الهيومالوج، تستخدمه امتى؟ يعني ممكن نستخدمه في فترات الضخامه ولا النشافه. انا بحب طبعا في فترات الضخامه وفي الاوف سيزون. ليه يا اسلام بتستخدمه في فتره الاوف سيزون؟ عشان انت في الاوف سيزون بتاكل سعرات عاليه جدا. في ناس بتاكل 8000 كالوري و9000 كالوري و10000 سعره. انت عارف الارقام دي مرعبه ازاي؟ وطبعا كميه الكارب بتبقى مهوله مخيفه، فانت البنكرياس مش بيقدر يفرز انسولين بالكميات الكبيره من الكارب اللي انت بتاكلها. يعني انت بتاكل كارب متوسط، لا البنكرياس بيعرف يفرز انسولين ويتعامل مع سكر الدم. اما بقى لو انت بتاكل 10000 سعره، انت متخيل الرقم؟ الانسولين بيبقى عليه حمل وضغط مش قادر يواكب كل ده، فاحنا بنديله زقه من بره فبنديله انسولين. فما تجيش انت تبقى عامل لي ديفيسيت او عجز في السعرات وتاخد انسولين. من ايه؟ احنا جابوا لي ابوك. فاحنا بنساعد بس البنكرياس وبنريحه شويه في الاوف سيزون، وبنريح من الضغط اللي عليه. ندخل بقى في الانسولين السريع اللي هو الهيومولوج. الهيومولوج ممكن تلاقي منه اسماء تانية بس هو الاشهر فيهم الهيومولوج. يقول لك اسلام تستخدمه امتى؟ انا بفضل استخدمه بعد التمرين. ليه بعد التمرين؟ لان الانسولين عباره عن وسيله نقل، عامل بالظبط زي الاتوبيس او التاكسي، بياخد الاكل والمغذيات سواء بروتين كارب دهون وبيرميها بسرعه على عضلات دايركت، ما بيودوش في اي حته.
فهو وسيله نقل، بس بياخد الاكل ويوديه على العضلات، ياخد الاكل ويوديه على العضلات. فاحنا ليه بناخده بعد التمرين، وخصوصا الانسولين السريع؟ لانه بيوديه على العضلات على طول. حسبه الانسولين يا اخ، الانسولين ليها معادله، كل يونت انسولين المفروض فوق قصادها تاكل جرامات كارب. يعني ايه يا اسلام؟ انا مش فاهم. فاهم؟ ابسطها لك. يعني مثلا انا دلوقتي خدت يونت انسولين، المفروض لكل يونت انسولين تاخد من 15 ل 20 جرام كارب. فاهم قصدي؟ ومش 20 جرام كارب يعني 20 جرام كارب على الميزان، يعني مثلا مش 20 جرام كارب، يعني مش 20 جرام مثلا رز على الميزان، لا ما بتتحسبش كده. 20 جرام نت كارب او بيور كارب او كارب صافي. فاهم قصدي؟ افهم. ال 100 جرام فراخ بتديك 30 جرام بروتين، بتديك. فاهم قصدي؟ او اللي بتصفصف على 30 جرام بروتين. فاهم قصدي؟ في مدربين بتكتب 10 يونت 10 جرام كارب لكل يونت انسولين. هل ده كويس من وجهه نظري الشخصيه وعن تجربه؟ لا، ممكن تخش في اعراض هايبوجلايسيميا وقرف. انا بحب اخلي نفسي في السيف زون وفي الامان مع اللعيبه بتاعتي بالذات. اصل انت شايل، انا مسؤول عن الارواح دي، يعني ما ينفعش اموت حد. ربنا هو جاي ومستأمني على نفسه، فانا لازم اكون مركز معاه واخليه في السيف زون فانا بحب لكل يونت انسولين ادي 15 جرام كارب الى 20 جرام كارب. تعال نبسطها لك تاني. انت دلوقتي بعد التمرين خدت 5 يونت انسولين، فهتعمل ايه؟ هتضرب الخمسه في 20 اللي هم 20 جرام كارب، هيطلع لك كام؟ 100. ال 100 دول ال 100 جرام كارب اللي انت هتاكلهم. ومش برضو ركز معايا، مش 100 جرام رز على الميزان. ال 100 جرام كارب دول يعني يعملوا تقريبا 700 وحاجه جرام رز تقريبا، حاجه شبه كده. مش طبعا مش عارف الحسبه بالظبط او فاهم قصدي. لو انا خدت 10 يونت انسولين هتضرب في 200 في 20 فهيطلع لك 200. فالكارب ده يا اسلام اكله كارب بسيط ولا كارب معقد او كومبلكس كارب زي البطاطس والرز والحاجات دي؟ طبعا برضو عن تجربه وعن خبره بقول لك لازم تعمل ميكس ما بين الاثنين. ليه؟ لان انت لما بتاخد الانسولين من هنا بعد التمرين، الانسولين عندك في الدم بيوطى بشكل جامد قوي، بيوطى جامد. فانت لازم تلحقه بحاجه بتمتص، جسمك بيمتص بسرعه وبترفع سكر الدم. ليه؟ عشان توازن السكر اللي قل في الدم عشان ترفعه تاني لمستواه الطبيعي. بحب انا اعمل ميكس ما بين مثلا الفاكهه ونوع من انواع الكرب المعقد. يعني مثلا بعد التمرين خدت انت 5 مثلا يونت انسولين، فناكل ايه؟ 100 جرام كرب. فانا مثلا بقول له ايه؟ مثلا ندخل موز او تمر او اي نوع من انواع الفاكهه الكرب بسيط عشان يرفع سكر الدم، مع مثلا بطاطس او مثلا فاكهه مع رز. او بعمل ميكس ما بين السيمبل كارب والكومبلكس كارب عشان نعادل ونوازن سكر الدم وان هو ما يوطاش في الدم جامد. خلاص كلنا بعد التمرين دايركت. خد بالك الانسولين السريع بيشتغل في الجسم بعد 5 دقايق ولا 10 دقايق. فانت بعد ما تاخد الحقنه من هنا تاكل على طول، ما تهزرش. تاخد من هنا الحقنه تقوم سايب السرنجه راميها وتاكل. ركز معايا ان في كان شخص لاعب كمال اجسام معروف جدا بيقولوا ان هو خد حقنه انسولين ومراته رنت عليه في التليفون، فكان كلمها 5 دقايق بس في التليفون، مات. راح في غيبوبه سكر، ما لحقش ياكل. انت متخيل 5 دقايق ممكن يموتوك؟ لو هزرت مع الانسولين هتلاقي عزرائيل بيعمل لك كده من بعيد، بيقول لك انا جاي لك دلوقتي. فاهم قصدي؟ فما تهزرش معاه، ما تهزرش مع الانسولين. ضربت من هنا خلاص تاكل من هنا على طول. خدت الحقنه من هنا والانسولين وكلت على طول دايركت بعد التمرين. عملت ميكس ما بين مثلا السيمبل كارب والكومبلكس كارب. في حاجه تاني الانسولين بيعمل حاجه اسمها توب اند بوتون او قمه وقاع او سبايكات. يعني الانسولين فجاه تلاقيه يعلى وبعد كده نزل، يعلى وينزل، فانت بتحس ان انت مش مرتاح. طب احنا نعمل ايه عشان نخلي الانسولين في الدم ستيبل وما يطلعش وينزل؟ بعد ما تاخد الحقنه الانسولين وتاكل على طول دايركت، بعدها الهيومولوج او الانسولين السريع بيعمل حاجه اسمها سبايك، بينزل جامد جدا في الدم. بينزل بعدها بقد ايه؟ بساعه ونص الى ساعتين. يعني انت بعد ساعه ونص الى ساعتين من ضرب حقنه الانسولين لازم تاكل تاني عشان تتجنب انخفاض سكر الدم وممكن تخش في غيبوبه لا قدر الله. فهمت قصدي؟ فاهم اللي انا بقوله لك؟ والله حاسك ما فاهم حاجه. ما تعمليش كده. فاهم؟ يعني انت دلوقتي خدت بعد التمرين انسولين، بعد كده اكلت على طول بعدها دايركت، بعدها بقى بساعه ونص او ساعتين كل تاني. لازم تاكل تاني عشان الانسولين السريع بعد ساعه ونص الى ساعتين بينزل في الدم تاني. فانت تحاول تاكل حاجه عشان ترفع سكر الدم وتوازن. في ناس مع الاسف، يعني مع احترامي لبعض المدربين، الجهل اللي بيحصل يقول لك خلاص كل بعد الانسولين على طول اول وجبه وبعدها بقى ب3 4 ساعات كل الوجبه اللي بعدها 3 4 ساعات. طب انت ناسي ان الانسولين بينزل في الدم او بيعمل سبايك بعد ساعه ونص؟ يقول لك لا عادي مش فارقه. جهل يا معلم، ده انا كنت مغفل قوي. مش اي حد يفهم في الانسولين. خد بالك مفيش حد اصلا بيتكلم في الانسولين بالذات، يعني ممكن اي حد يتكلم في الهرمونات لكن الانسولين بالذات لا، مفيش حد يتكلم فيه. يا اسلام اعرف منين ان انا عندي ان السكر في الدم عندي واطي وان انا محتاج اكل كارب بسرعه؟
او عشان ما اخشش في غيبوبه سكر. غيبوبه السكر في بتاعه الانسولين بيسموها الاسم العلمي هايبوجلايسيميا. يعني ايه هايبوجلايسيميا؟ يعني انت سكر الدم عندك بيوطى وممكن تخش في غيبوبه وتموت. بتحس باعراض دي؟ ليها اعراض ولا بتيجي فجاه وفجاه بيغمى عليك؟ لا طبعا. ربنا من نعمه ربنا علينا ان هو بيديك ايرور وجسمك بيدي انذارات، وجسمك من جوه بيشغل جهاز انذار بيب 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 بيقول لك الحق نفسك. سبحان الله من نعمه ربنا، سبحان الله والله، ان جسمك بيديك مؤشرات بيقول لك الحقني، انا سكر الدم عندي واطي. ايه هي اعراض الهايبوجلايسيميا؟ وانا للاسف شفتها قصادي مع اخويا احمد، بس طبعا اخويا احمد ما بياخدش انسولين ولا بياخد هرمونات ولا اي حاجه. اول عرض من اعراض الهايبوجلايسيميا او انخفاض سكر الدم، ودي المؤشر الاول، انك بتعرق بكميه رهيبه. انت بتعرق حرفيا بتنقط ميه، كانك نزلت البحر وطلعت، او كنت تحت الدش بتاخد شاور وطلعت من غير ما تنشف جسمك. كميه عرق رهيبه رهيبه، انت بتبقى ماشي بتنقط عرق والله العظيم هتحس. تاني عرض، جسمك منمل ولسانك بالذات بيبقى منمل، حاسس بتنميل في جسمك كده، ده تاني عرض. تالت عرض، ان انت بتبقى سقعان جدا حتى لو الجو حر، انت بتحس ان انت سقعان عايز تتغطى، حاسس ان جسمك بيترعش. تاني حاجه ان انت بتحس بدوخه. ورابع عرض، ان وشك بيبقى مصفر وشفايفك مزرقه، لون الشفايف بتبقى ازرق. كل الخمس اعراض دي وانت ما بتحسش بيها، فعشان كده في اول الفيديو قلت لك اللي بيموت بسبب الانسولين ده حمار. انت ازاي مش باخد بالك من الخمس اعراض دول؟ والخمس اعراض قويين بيبانوا، انت ما حسيتش بيهم كلهم؟ يا فاشل الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتني في المكان. فانت اول لما تحس بعرض من الاعراض دي بسرعه تاكل شوكولاته، تشرب عصير، تعمل اي حاجه ترفع لك سكر الدم في ثواني في ساعتها. حتى لو قدامك برطمان سكر ابيض، السكر اللي احنا بنحطه على الشاي والقهوه، ادي يا معلم، ادي، امسك معلقه وكل بسرعه عشان ما تموتش. فانا بقول لك الانسولين على الرغم ان هو امن وسيفتي لو انت فاهم فيه او متمكن منه، على الرغم التاني ممكن الهفوه منك غصب عنك تموتك لو انت مش مركز. هي مساله تركيز، مش مدرب فاهم في الانسولين. طب هل اللاعب اللي بياخد انسولين فاهم هو كمان في الانسولين؟ لا، يبقى انا ما ادلوش، مع اني فاهم بس هو مش فاهم، لازم انا افهمه الاول. وبرده لو انت بتاخد انسولين لازم تبقى مفهم حد من العيله بتاعتك او صاحبك او اخوك او ايا كان، تبقى مفهمه ان انت بتاخد انسولين. ليه لازم اكون معرف ان انا باخد انسولين؟ عشان لا قدر الله لو جالك هبوط فجاه هو يبقى فاهم ان انت داخل في هايبوجلايسيميا وداخل في هبوط، ويلحقك بحاجه مسكره بسرعه. محمد فوده المصري، محمد فوده بيقول لك انا كنت في فينوس جيم ونازل على السلم، حسيت ان انا دايخ ومش قادر، كان بياخد انسولين. قال لك انا كنت حاسس ان انا هموت وكان هيغمى عليا، لو ان هو كان واحد صاحبه عارف ان هو بياخد انسولين ولحقه بشوكولاته، اداله شوكولاته بسرعه. خلاص يبقى الانسولين السريع استخدمه بعد التمرين. هل استخدمه قبل التمرين او اي في وقت تاني؟ انا ما بفضلش. وطبعا لازم تبقى بتقيس او ليك جهاز سكر في البيت بتقيس قياسات السكر. الموضوع مش سبهلله وكوسه ويلا ادي في كله في اي حاجه ولوش، لا، لازم تبقى مركز في الانسولين. هتقيس السكر ازاي؟ اول لما تصحى من النوم لازم الانسولين بتاعك يبقى من 90 ل 120، لو في الرينج ده انت كده في الامان والانسولين بتاعك زي الفل. طب بعد الاكل بساعه او ساعتين هتقيس السكر تاني، ولو لقيته من رينج 140 ل 160 انت كده في الامان، انت كده عارف توازن بين يونتات الانسولين او جرعات الانسولين بالكارب، انت كده في الامان. ولازم تقيس قبل التمرين، ان انت ممكن سكر الدم يبقى عندك واطي قبل ما تتمرن وتخش تتمرن الانسولين يوطى اكتر فتيجي لك غيبوبه. فلازم قبل التمرين سكر الدم عندك يبقى مش اقل من 100. لو الانسولين قبل ما اتمرن قسته وطلع اقل من 100 لازم تاكل مصدر كارب سريع، شوكولاته، تمر، موز، عصير، كارب باودر، اي حاجه ترفع لك سكر الدم. كده خلصنا الانسولين السريع. نخش بقى على ايه؟ على الانسولين البطيء اللي هو اللانتوس او المشهور قوي اللانتوس. اللانتوس امن بكتير من الانسولين السريع او اللي هو الهيمولوج. ليه؟ ان هو بيشتغل في الجسم ببطء، مش بيعمل سبايكات زي ما انا ما قلت لك، مش بيفضل يطلع وينزل يطلع وينزل زي الانسولين السريع. بيبقى ستيبل في الدم، منتظم، بيبقى عالي شويه بس منتظم، مش كل شويه يعلى ويوطى، ومش لازم تاكل بعدها بساعه ونص وجبه تانية، فاهم قصدي؟ فحلاوه اللانتوس ان هو امن شويه وسيفتي عن الانسولين السريع. بس انا كاسلام بحب اتغاضى عن النتائج القويه، مثلا 5% بتاعت الزياده بتاعت الانسولين السريع، واخليني في الامان والسيف زون ومستخدم البطيء. انا بحب البطيء جدا، السريع ساعات بستخدمه احيانا في اوقات معينه، وفي مدربين بيعملوا ميكس ما بين السريع وبين البطيء. طب هل الانسولين البطيء دي طريقه شغل معينه عن الانسولين السريع؟ يعتبر لا، هو يونت انسولين برضو بتدخل 20 جرام كارب، هي نفس الحسبه بتاعت الانسولين السريع. ولكن انا الانسولين البطيء بحب اديه مع الفطار عشان يفضل شغال طول اليوم. زي ما انا قلت لك اللانتوس بيشتغل على مده اطول، بيشتغل طول اليوم، بيفضل شغال طول اليوم. فانا بديه مع اول وجبه في الفطار عشان الانسولين يفضل كده شغال
طول اليوم. ممكن استخدمه برده بعد التمرين، بس انا بقول لك اللي بفضله السريع بستخدمه بعد التمرين، والبطيء اللي هو اللانتوس بستخدمه مع اول وجبه في الفطار عشان يفضل شغال طول اليوم. طب في ناس بتاخد انسولين قبل ما تنام، دي يعني كارثه، كارثه حرفيا كارثه. ان انت زي ما انا قلت لك، انت لما بتاخد انسولين سكر الدم عندك بيوطى، فانت بتاكل وجبه وبتنام. طب فين الوجبات اللي بعدها؟ فممكن وانت نايم سكر الدم عندك يوطى وتموت، ان انت بتبقى نايم انت مش حاسس بحاجه، لكن وانت صاحي لا بتحس بالاعراض وبتلحق نفسك. فابعد تماما اي حاجه عن قبل النوم. الانسولين ما بحبش استخدمه نهائي نهائي قبل النوم. والله العظيم الكلام اللي انا بقوله لك ده بفلوس. انا جيت اسال ميلوس اللي هو ان انا قلت لك عنه اشهر مدرب بيستخدم انسولين في العالم، جيت اساله مثلا عشان اساله في استشاره في الانسولين اتاكد منها. الاستشاره ب $500. $500 يعني 25000 جنيه بالمصري. ليه يا ميلوس؟ ليه يا عم وانا بشتغل حرامي؟ عني ما سالت. ليه انا ادفع لك $500 عشان اسالك في الانسولين في سؤال قد كده، ويا ريتك هتجاوبني بكل صراحه او هتديني الاجابه كامله. فالكلام اللي انا بقوله لك ده والله العظيم بفلوس. يعني انا لو عملت استشارات زي دي زي ميلوس مثلا ب 1000 جنيه مثلا، انا هبقى مليونير والله العظيم، وراكب فيراري تحت مركونه تحت في الجراج. بس انا والله العظيم بعمل لكم كل الفيديوهات دي لله عشان ما حدش يضر نفسه. نعمل بقى خلاص مراجعه سريعه بقى ما بين الانسولين السريع والانسولين البطيء. السريع انهي بيشتغل في الجسم بسرعه. السريع بيشتغل في الجسم بعد 5 إلى 10 دقائق، فلازم تاكل بعديها وجبه، وبعد ساعه ونص الى ساعتين تاكل وجبه كمان، وتعمل ميكس ما بين السيمبل كارب والكومبلكس كارب. يعني مثلا فاكهه مع اي نوع كارب معقد، بطاطس او رز او بطاطا او ايا كان حاجه شبه. والانسولين البطيء بيشتغل امتى؟ لا بيشتغل شويه على مدار اطول، مش زي الانسولين السريع بيشتغل بعد 5 دقائق او 10 دقائق، بيشتغل طول اليوم على مده طويله. اخد الانسولين السريع امتى؟ تاخده بعد التمرين، وده عن تفضيله شخصيه. اللانتوس او الانسولين السريع البطيء تاخده امتى؟ على اول لما تصحى من النوم مع وجبه الفطار، عشان يبقى شغال على مده طويله طول اليوم. مين امن فيهم، السريع ولا البطيء؟ البطيء امن بكتير من السريع. هل المعادله بتاعت ده نفس معادله ده؟ لكل يونت انسولين هتاكل 20 جرام كارب، وهنا برضو البطيء لكل يونت انسولين هتاكل 20 جرام كارب. طب قياسات السكر اقيسها ازاي؟ اول لما تصحى من النوم وانت مش واكل حاجه خالص على الريق، لو قياسات السكر لازم تبقى من 90 ل 120، وبعد الاكل بعدها بساعه ونص او ساعتين لازم تقيس السكر تاني. لو من 140 ل 160 قياسات السكر يبقى انت كده في السيف زون في الامان. ولو انت قبل التمرين لازم تقيس برضو سكر الدم. لو اقل من 100 لازم تاكل كارب، ما تدخلش تتمرن غير لما يكون السكر عندك فوق ال 100. لو اقل من 100 كل كارب. بس ودي كل خبرتي في الانسولين. في حاجات طبعا، في حاجات اكتر انا ما رضيتش اقولها، وده مش عشان انا بخبي عليك او دي سر المهنه، طبعا هو سر من اسرار الشغلانه اصلا الانسولين، بس في حاجات لو انا قلتها ممكن تضر فعلا ناس كتيره، فانا بحب اسيب شويه او جزء اخبيه عن بعض الناس، عشان في ناس دماغها بتسوحها والشيطان بيفضل يلعب في دماغها، فممكن يبوظ الدنيا خالص. فبلاش، سيب شويه اسرار كده على جنب مع العملاء بتوعي. طبعا انا ما بحبش استخدم الانسولين مع اني فاهم فيه الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني مش اي حد بيفهم في الانسولين، ولكن برضه مش بستخدمه. ليه؟ ما انت فاهم فيه يا عم. ما بحبش استخدمه. اللي قدامي ممكن مثلا يسهى 5 دقايق ولا 10 دقايق وما ياخدش باله يموت. الانسولين كل وظيفته ان هو عامل زي التاكسي، بياخد الاكل بيوديه بشكل اسرع للعضلات. مش مستاهله كل الضجه والاشاعات اللي بتطلع على الانسولين، ده بيموت، ده مش لا يا عم. وانا اصلا حتى لو استخدمت الانسولين بستخدمه بجرعات قليله جدا، مش زي ميلوس بيدي 60 يونت في اليوم. انت عارف يعني ايه 60 يونت؟ يعني اضرب بقى في 20 جرام كارب، يعني 60 في 20 بكام؟ يعني 1800 جرام كارب. انت متخيل 1800 جرام كارب يعني ايه؟ 7000 كالوري من الكربوهيدرات بس. ده 7000 كالوري من الكربوهيدرات، انت لسه ما حسبناش البروتين وما حسبناش الدهون. فانت ميلوس بيدي للعيبه بتاعته 12000 سعره في اليوم، فطبعا ارقام مهوله. فخطر 60 يونت في اليوم وكميات جباره. انا شفت الميلوس بروتوكولات للانسولين 20 يونت بعد اول وجبه، 20 يونت بعد تاني وجبه، 20 يونت قبل التمرين، 20 يونت بعد التمرين. ايه كميه اليونتات دي؟ ايه يا عم؟ وليه تدريب اونلاين. اعمل لي فولو على انستجرام وخش اكتب لي اونلاين كوتشنج، وانا هبعت لك كل التفاصيل، سواء انت لاعب طبيعي او لاعب سترويد يوزر بتستخدم هرمونات. لازم تحافظ على صحتك، ما تسترخصش فلوس للمدرب، ما تبقاش انت بتجيب هرمونات وصارف فلوس في الاكل وكل ده وتسترخص فلوس للمدرب وتسترخص في صحتك. الصحة هي كل حاجة، وهي اللي بتجيب فلوس وهي اللي بتجيب كل حاجة. وما تنساش بقى لو استفدت من الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، عشان في فيديو بكرة هينزل. كل يوم بنزل لك فيديو عن الهرمونات، الانسولين، السارمز، التغذية، التمارين، هل هم طبيعيون، السلسلة اللي انتم بتحبوها. يعني بروق عليكم برضو، خد بالك انا مش ناسيكم، انتوا حبايب قلبي، انتوا اطلبوا بس كده. اشوفكم الفيديو الجاي.